بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده جاي لكم بوصفة الزلابية، بوصفة جميلة. طبعا انتوا عارفين كلنا بنحب الزلابية، كلنا بنحب الحاجة السخنة في الشتاء، ويبقى جنبها كده كوباية شاي. ان شاء الله النهارده هقول لكم على كل الاسرار بتاعة الزلابية، ازاي تنجح معاكي من اول مرة، ازاي تطلع يعني كور، ازاي تطلع يعني هشة من بره وطرية من جوه وتبقى حلوة كده. طبعا اتبعي بس انت الخطوات معايا، ويا ريت لو عجبك الوصفة بتاعتي ما تنسيش في اللايك وفي الشير. اول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم، معايا بولة حطيت فيها معلقة خميرة كبيرة فورية، وحطيت معلقة كبيرة سكر، ومعايا نص كوباية من المية الدافية. بقلبها كويس قوي، لازم تتقلب كويس عشان السكر والخميرة تختلط كويس مع بعضيها. طبعا انا قلبتها شوية بالمعلقة، وبعد كده جبت المضرب اليدوي عشان تتقلب معايا واتاكد ان هي اختلطت كويس السكر مع الخميره. بكون معايا هنا 3 كوبايات من الدقيق، باخد منه 3 معالق. اول حاجه باخد منه 3 معالق من الدقيق، بحطهم على الخميره بتاعتي عشان ديت يعني تتخمر معايا بسرعه، ما تاخدش معايا وقت. ديت اول تخميره يعني. بقلب الدقيق مع السكر مع الخميره كويس قوي بالمضرب، وبعد كده بغطيها بالاسترتش راب. بكون محضرة معايا 3 معالق من النشا. ديت برضو سر من الأسرار الزلابية تكون معاكي هشة ومقرمشة من بره وطرية من جوه. النشا طبعا أو الكاستر، يعني يا النشا يا الكاستر. أنا كان عندي نشا فأنا حطيت نشا، فالكاستر جميل طبعا وبيديلها طعم جميل، لكن أنا كان عندي نشا يعني. فبقلبها كويس زي ما انتوا شايفين معايا، بقلبها كويس وبتاكد ان هي يعني اتخلطت كويس مع بعضيها كل المكونات. بجيب الاسترتش راب وبقفلها وبسيبها لمده 10 دقايق. بعد كده بكون محضره بوله فيها طبعا بقيه الدقيق، بحط عليها 3 معالق من النشا. هنا بوريكم ان خلاص يعني الخميره اللي انا عملتها عدى عليها 10 دقايق فاختمرت يعني. فانا كده بحط النشا على الدقيق، وبحط عليه ذرة ملح وبقلبه كويس قوي مع بعضيه علشان خاطر يعني ايه يختلط بقى الملح مع النشا مع الدقيق كويس قوي. وبعد كده بضيف بقى الخميرة بتاعتي الأولانية على الدقيق وبقلبه كويس قوي لغاية لما الاقي العجينة بتاعتي بقت زي الخيط كده، علشان خاطر يعني ايه تت يعني تبقى كده. هو لما انت بتلاقي الخميره، بتلاقي قصدي العجينه اتقطعت معاكي كده، تعرفي ان هي كده اتعجنت العجنه الصح. كده اول حاجه بقلبها بالمعلقه عشان ايه اخد الخميره مع الدقيق كويس. بقلبه كويس بالمعلقه. وبعد كده بكون محضره كوبايه ميه دافيه. انا الاول حطيت نص كوبايه وديت ايه كوبايه، حطيتها اهوت مع الدقيق. بقلبها الاول بالمعلقه، بكون محضره معايا المضرب اليدوي بقلبها برضو كويس قوي. وبقعد اقلب في العجينه، لو احتاجت ميه بحط لها شويه بشويه علشان خاطر ما ايه يعني ديت يعتبر يعني كوبايه كمان يعني. كده انا حطيت الاول نص كوبايه وبعدين حطيت كوبايه مع الدقيق، وبعد كده احتجت ان انا ايه احط كمان نص كوبايه. فانا بحط الكوبايه شويه بشويه، كل ما الدقيق بيحتاج ميه بحط له. وبقلبها كويس. طبعا انا بقلبها الاول بالمعلقه وبعد كده بجيب المضرب واضربها كويس قوي علشان خاطر ما يبقاش فيه عجين متكتل يعني ايه تحت في قاع البوله. بقلبها كويس قوي زي ما انتوا شايفين معايا. لازم الخليط يتعجن كويس قوي. كل ما بتعجني في العجينه بتاعت الزلابيه بتتقل معاكي،
فانا بقلبها، وبعدين انا يعني ايه مرضتش ان انا افصل الكاميرا علشان خاطر تشوفوا برضو كل خطوة يعني. كده انا بوريكم العجينة لسه معايا سايلة، محتاجة ان هي تتضرب تاني. بضربها برضو تاني وبختبرها كل شوية لغاية لما اتأكد ان الخميرة بتاعتي خلاص اتعجنت، والسمك اللي انا عاوزاه خلاص بقى تمام. فانا بقلبها اهو زي ما انتم شايفين، افضل اقلب اقلب لغاية لما يعني خلاص العجينة بتاعتي تبقى كده، يعني خلاص اتعجنت كده. انا لسه برضو ما جاتش معايا اللي انا عاوزاه، لسه برضو بتجيلي سايلة. فانا كل ما زي ما انتم شايفين يعني ايه خطوة بخطوة انا بعجن العجينة، بحيث ان انتوا تشوفوا برضو ايه الخطوات واحدة بواحدة، واحدة واحدة يعني. كده خلاص انا قربت ان انا يعني قربت ان خلاص يعني كده العجينة بتاعتي قربت ان هي تختلط يعني وتتعجن كويس. حتى هي ايه طلعت فقاقيع اهي، بدأت ان هي يعني تتعجن معايا، بس لسه برضو يعني السمك اللي انا عاوزاه لسه اهو. كده ايه خلاص كده تمام كده العجينة كده طالما اتقطعت، يعني جت كده بخطوط متقطعة، يبقى كده العجينة كده بقت تمام. فكده انا بغطيها بقى بالاسترتش راب، وبسيبها حوالي ساعة في مكان دافي، واكون محضرة طبعا يعني طبعا محضرة الزيت بس مش مولعة عليه. هنا بقى طبعا انا الشربات بتاعي لازم يبقى ساقع عشان خاطر تقرمش معايا الزلابية. لو حطيت العسل او الشربات او السيرب بارد سخن قصدي، بتطرى معايا. لازم الشربات يكون بارد والزلابية سخن. فانا بقى هنا بحط حاطه كسرولة، حطيت فيها كوبايتين من الكوبايات المعيارية، كوبايتين سكر، وحطيت عصرة ليمونة. وطبعا انا حطيته على النار ما قلبتهوش خالص غير لما اتأكدت ان السكر داب. بكون محضرة معايا الجلوكوز، باخد منه معلقة كبيرة بس. بضيف الجلوكوز على العسل او السيرب او الشربات، بفضيه على السيرب وبقلبه، وبستنى 3 دقايق وبطفي عليه. ما بياخدش اكتر من كده عشان العسل يبقى تقيل، وهو لما بيقعد بيتقل. وانت هتشوفيه معايا لما يعني احط الزلابية عليه. هنا طبعا خلاص انا كده طفيت على على العسل عشان يبرد معايا. بكون محضرة طاسة فيها زيت، زي ما قلت لكم حضرت طاسة بس ما ولعتش عليها طبعا. جبت الاول كان في مقطع يعني راح من للاسف ما ما ظهرش، معلش للاسف التليفون علق ساعتها. فكان في مقطع انا بفضي الزلابية في عجينة الزلابية في الكيس التلاجة، بحيث ان انا ما احطش يعني ايدي خالص، يعني ما المس العجينة بايدي. بفضي العجينة في كيس التلاجة، وبقطع منه حتة وايه، وبجيب معلقة صغيرة واحضر شوية زيت، واقطع كده من الكيس وايه وافضي في الطاسة. للاسف المقطع ده برضو ما جاش معايا، مش عارفه يا جماعه ما تزعلوش يعني، انا كنت عاوزه اوريكم الحاجات دي للاسف ما ظهرتش. ف يعني هو زي ما انتم شايفين الكور متساويه. طبعا المعلقه صغيره، انا ما كنتش بملى المعلقه خالص. لو انت عاوزه تمليها مليها مفيش مشكله، انا بحب الزلابيه تبقى صغيره. يعني زي ما انتم شايفين ما شاء الله انا عملتها على مرحلتين. بس للأسف برضو ما جاتش المقطع ده ما جاش برضو، ما جاش عشان التليفون بيعلق. ف يعني سامحوني.
بس زي ما انتم شايفين يا حبايبي، انا كده فضيت اهو جاي المقطع الحمد لله، ربنا سهل بيه. كده المقطع ظهر والله انا صراحة يعني يعني ايه، انا قلت التليفون مسحه الحمد لله. يعني حظكم حلو، ديت المرحلة الاولى بتاعة الزلابية وهي بيضة. طبعا يعني يا دوبك بقلبها تقلبتين كده في الزيت وبعدين بطلعها. وبعد كده بستنى لما تبرد واحطها تاني وش تاني علشان خاطر تتحمر معايا وتبقى كده زي الايه، زي البلحة الحمراء. وكل يعني الشكل يبقى شكل واحد، متحمرة تحمير حلو. وبعدين بحطها على العسل زي ما انتم شايفين وبقلبها كويس اهو عشان خاطر تشرب معايا. يعني بسيبها كده لمدة 5 دقايق تشرب من السيرب، أو الشربات. طبعا زي ما انتم شايفين انا بسيبها 5 دقايق وبعدين بطلعها واحطها بقى ايه في طبق التقديم. ويا ريت اهو زي ما انتم شايفين الجمال. يعني ايه رأيكم في الجمال ده؟ زي ما انتم شايفين ما شاء الله، طرية من جوه زي ما انتم شايفين ومستوية حلوة قوي، مقرمشة من بره،